بيسموه مشبك سوري او كرابيش حلوى، من اجمل واحلى الحلويات الشرقيه اللي ممكن تجربوه. شوفوا شكله قد ايه فخم كده وراقي، بس بطريقتي النهارده هتعرفوا قد ايه هو سهل وبسيط، ومكونات موجوده عندنا في البيت، ومش هنستخدم بيض ولا اي مواد دهنيه، ومش هنعمل اي تكنيك صعب للقلايه. مقرمش من بره زي بلح الشام، وبيدوب دوابين البسبوسه ورموش الست من جوه. بحضر الشربات بتاعي 3 كوبايات سكر، عليهم 1.5 كوبايه ميه، عصره ليمون، ويغلي على النار 5 دقايق، وهدخله التلاجة يبرد تماما قبل ما نستخدمه. هستخدم معاكم مج شاي ازاز واحد بس للوصفه كلها، ولو عايرنا بيه كل المكونات الوصفه هتطلع مظبوطه على الشعره. معايا 3 كوبايات من السميد، يكون خشن او وسط زي اللي موجود في الفيديو. ما يفضلش ابدا نستخدم في الوصفه سميد ناعم. كوبايه كامله من الدقيق متعدد الاستخدامات عادي خالص. معلقه كبيره من سكر حبيبات، معلقتين كبار مليانين من الحليب البودره، هم اختياري في الوصفه بس بيدوها طعم وغناوه خطيره. نص معلقه كبيره من الخميره الفوريه، رشه خفيفه بايدي من الملح، وكده المكونات الجافه عندي كلها جاهزه. هقلبها بقى مع بعض تقليبه كده محترمه، كل حاجه تختلط مع بعض، ونبتدي بقى للمواد السائله. محضره عندي 2.5 كوباية من الميه، تكون فتره او بدرجه حراره الغرفه، مش دافيه ولا بارده. هنزل الاول بالكوبايتين كاملين، وابتدي اقلب كل المكونات عندي بالراحه خالص عشان السميد ما يعملش عرق عندي، واحافظ كويس على قوام الخليط. هقلب كويس جدا لحد ما كل حاجه تتجانس مع بعضها بالشكل ده وتشرب الميه كويس. وهنزل بقى بنص كوبايه الميه اللي باقي عندي تدريجي، ربع في ربع، واقلب بالراحه برضو. عشان ايه بنزل بيها تدريجي؟ علشان السميد بيشرب الميه بتاعته اول باول، فما لاقيش ان بقى عندي كميه ميه كتير قوي ومش عارفه اشربها للسميد. وبكده انا وصلت للقوام عندي المطلوب. وعلى فكره في الوصفه دي مش هيفرق قوي ان لو زادوا شويه الميه او قلوا. هغطي العجينه عندي بفوطه نظيفه او كيس بلاستيك، وهسيبها تخمر 10 دقايق بس. انا عايزاها ترتاح والخميره تبتدي تشتغل. في ال10 دقايق دول هحضر الزيت بتاعي على النار واسيبه يسخن على نار هاديه، على ما تكون العجينه بتاعتي ارتاحت والسميد شرب كل الميه بتاعته واخد قوام العجينه المطلوبه عندي. هحضر اي قمع متاحه عندي يكون فيه شرشره بالشكل ده عشان اطلع الشكل الاصلي للمشبك. طب لو مش عندي قمع اصلا، هعمل فتحه في الكيس من تحت عادي خالص واشتغل بيها، مفيش اي مشكله توقفني عن تطبيق الوصفه. كده حضرت الزيت وحضرت العجينه. باقي الشربات طلعته من التلاجة وحطيته في طبق مفتوح شويه علشان يكفي المشبك بتاعي. وده قوام الشربات المطلوب، يكون تقيل وبارد. نيجي بقى لطريقه الشغل، وهي اكتر حاجه ممتعه في الوصفه. الزيت بتاعي سخن، هديت النار للوسط، وهبتدي الف المشبك بالطريقه دي في الزيت، واجي عند اخر حته واقفل بيها لفوق بالشكل ده. انتوا اول ما هتنزلوا القمع في الزيت كده وتبتدوا تشكلوها، هتلاقوها مسكت نفسها واتشمعت كويس جدا وبدأت تنفخ كده شوية. في الوقت ده اعلي النار تاني بتاعتي عشان هي بتتحمر بسرعة جدا، وعلى حسب حجم الطاسة بتاعتي اللي بقلي فيها اقدر اعمل 1 و2 و3. اهم حاجة نقفل لفوق الديل بتاعها بالطريقة دي، واول ما تاخد لون من الجنب الاول بقلبها على طول على الجنب التاني تتحمر كويس. دلالات التسوية بتاعتي هي اللون المظبوط، اللون الذهبي الفاتح. هطلعها من الزيت على الشربات على طول، يعني بس يا دوبك بصفي الزيت كويس جدا واطلعها على الشربات بتاعها وهي لسه سخنة. اسيبها 3 دقايق كده على الجنب الاول، وبعدين بقلبها على الجنب التاني عشان تشرب شرباتها كويس من كل الاتجاهات. ودلالة تانية على نجاح الوصفة انها تكون شربت الشربات بتاعها. بسيبها 5 دقايق كده 7 دقايق في الشربات تشرب كويس، وبطلعها على مصفى عشان تتصفى من بواقي الشربات بتاعتها. حجم المشبك بقى يرجع ليكوا، انتوا ممكن تعملوا حجم المشبك اصلا بحجم الطاسه بتاعتك كلها، يعني تملوا الكيس كويس جدا وتفضلوا تلفوا 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 ورا بعض لحد ما تلاقوا المشبكيه بتاعتكم كبيره قد كده. انا عملت 3 احجام، الحجم الكبير ده شويه، والحجم الوسط الاقل منه اللي عملته قبليه على طول، ونقدر نعمل احجام اصغر من كده، يعني لفه واحده كده شبه حدوه الحصان، واقفل برضو الطرف لفوق. شايفين اول ما بتتشمع في الزيت بقدر ان انا احركها بكل سهوله، ومش بفضل اقلبها يمين وشمال وانا بحمرها، لا هي بس بتتحمر من الجنب ده بقلبها على الجنب التاني على طول لحد ما تاخد لون كويس قوي ذهبي محمر من جميع الاتجاهات. وهكذا بطلع المشبك بتاعي وهو سخن من الزيت، اصفيه من الزيت بس شويه وانزله في الشربات على طول واقلبه يتشرب كويس، وبعدين اطلعه على المصفى بتاعه الشربات. وده كده بعد ما اتصفى تماما كويس جدا من بواقي الشربات الزياده. واحكولي عن جمال المنظر وحلاوه الطبق وهو متقدم فيه المشبك. طبق راقي جدا بوصفه بسيطه قوي نقدمها لضيوفنا وحبايبنا. وصفه بتجمع ما بين كل الحاجات الحلوه في الحلويات الشرقيه، سكر مظبوط على الشعره، لون وقوام زي الكتاب ما بيقول،
ومقرمشه من بره كده وبتدوب ذوبان من جوه. انا كده خلصت وصفه المشبك السوري بتاعي النهارده خلاص. متاكده من سهولتها وبساطتها وحلاوتها وقد ايه فتحت نفسكم عليها. هتقوموا تجربوا وما تنسونيش من دعوه حلوه من قلبكم وتعملوا لي لايك وشير للفيديو لو استفدتم مني. الف هنا وعافيه على قلبكم وقلب ولادكم مقدما، ومع الف سلامه.